السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا امير ودي قناة البرمجة مع امير هتكون اسهل، ودي الدرس الثالث من سلسلة تعلم البرمجة بايثون مع امير. في الدرس اللي فات كتبنا اول كود بلغة بايثون فكان شكله كده زي ما انا كاتبه كده: براند، الاكواس، علامات التنصيص، واي نص انت تكتبه جواه. تمام. ويعني هي ايه؟ يعني كلمة براند ديت معناها دالة. تمام. واحنا هنعرف في الدالات، هما الدالات انواع، كل حاجة عامة الدالات انواع. هي الدالة ديت في بايثون بتخلي الكمبيوتر او الموبايل تمام يكتب الحاجة اللي على الشاشة، يعني اي حاجة انت بتكتبها جوه الدالة. بايثون يعني هي بايثون البراند والاكواز دي معروفة عند بايثون. يعني كلمة براند والاكواز بس من غير اللي جواها، من غير علامات التنصيص والحاجات دي، هي معروفة عند بايثون كده ان هي اسمها دالة. امر عند بايثون ان اول ما هي تشوف الامر ده تطبع اللي جواه على طول. براند هي معناها اطبع. تمام. تخيل ان يعني ايه، تخيل انك بتقول للجهاز بتاعك اكتب لي الجملة ديت، يعني اكتبها لي. انت بتقول له اكتبها قدامي، يعني اكتب، يعني انت ايه، انت صنعت تطبيق وقلت له اكتب الجملة ديت قدام المستخدم. تمام. فهو انت اي جملة بتديها له هو بيكتبها على طول. دي بقى ايه بالنسبة لكلمة براند. يعني ايه بقى كلمة دالة؟ هي كلمة دالة او فانكشن. فانكشن دي اللي هي معناها معنى كلمة دالة بالانجليزي اسمها فانكشن، معناها امر جاهز بيعمل مهمة معينة. فانكشن يعني امر جاهز. امر دوت معروف في بايثون ان هو بيعمل حاجة معينة يعني. دالة جاهزة في بايثون وظيفتها، يعني وظيفة براند والأكواس وظيفتها بتعمل إيه؟ إنها تطبع أي حاجة على الشاشة، أي حاجة تكون موجودة. يعني زي كلمة أمير دي بتطبعها على طول. تمام. كده احنا عرفنا يعني إيه فانكشن، وعرفنا يعني إيه مهمة براند، وعرفنا معناها بالعربي يعني إيه. أنواع بقى البيانات اللي بتكون موجودة في بايثون، كل حاجة بتكتبها ليها نوع معين. تمام. الانواع دي اسمها انواع بيانات. تمام. اهم الانواع اللي هنستخدمها النص. انواع اسمها نص زي اللي احنا كاتبينه ده، اللي هي تحط علامات تنصيص وجواها الجملة او النص اللي انت عايز تكتبه. تمام. اي كلام او حروف او كلمات بيتكتب بين علامات التنصيص. يعني انت هتكتب اي كلمة او اي حرف او اي حاجة، تمام، بتكتبها بين علامات التنصيص. طبعا هنعرف هي انواع البيانات دي كتير، يعني هما كذا واحدة مش واحدة بس، هي مش اللي هي النص بس. تمام. كده احنا عرفنا النص. هنخش بقى على ايه؟ هنخش على الارقام الصحيحة، انتجر. اي رقم غير اللي هو يعني ايه، اي رقم غير فواصل او نقاط. يعني ازاي؟ يعني مثلا هنشيل علامات التنصيص. علامات التنصيص ديت للنص فقط. تمام. للنص فقط، مش للارقام والحاجات دي. يعني مثلا انت لو عملت ايه اتنين، تمام، وجمعتهم عليها اتنين، المفروض يطلع لك ايه؟ اربعة. فهو هيطلع اربعة. عارف بقى لو احنا عملناهم نص، يعني لو رحنا ماسحين كده، تمام، وعملنا علامة تنصيص ورحنا عاملين اتنين زائد اتنين، انت توقع هيظهر لك ايه؟ انت طبعا هتقول اربعة. لا، مش هيطلع لك اربعة، هو هيطلع لك اتنين زائد اتنين، لان انت كده عملتها كنص مش كانتجر اللي هو رقم صحيح. تمام. كده عرفنا ايه الفرق بين النص والانتجر اللي هو ارقام الصحيحية. هنخش بقى عن حاجة اسمها ارقام العشرية. ماشي. هو رقم او يعني هو رقم فيه نقاط عشرية. يعني ممكن تلاقي واحد وواحد من عشرة، اتنين وتلاتة من عشرة كده يعني. هو دي اسمها أرقام العشرية. يعني مثلا تلاقي عشرة واحد، عادي، دي رقم عشري. فهو بيطلعها لك أو بيطبعها لك على طول. ممكن تجمعها برضه، يعني واحد زي ايه وتروح عامل زائد ونجمع برضه كده، تجمعها عادي هتتجمع. اه، طلع لك 20.2 يجمع. لو انت بقى حطيت علامات التنصيص فهو مش هيجمعها، هو هيطبعها عادي. تمام. كده عرفنا الرقم العشري. رابع حاجة اسمها قيمة. قيمة بالانجليزي يعني بولين، نوع بيانات بيقول لك دي صح ولا غلط. يعني ايه؟ يعني لو صح هيقول لك ايه؟ لو صح هيقول لك ترو، لو غلط هيقول لك فلاس. فلاس يعني غلط، ترو يعني صح.
تمام كده فهمنا يعني ايه صح ويعني ايه غلط. يعني بالمعنى الاصح ان هو انت بتديله مسألة، تعمل مثلا برمج التليفون البرنامج بتاعك على مسألة، وبتحط له شرط في الاخر، وده كله هتفهمه معايا خطوة بخطوة ان شاء الله بالتفاصيل في الفيديوهات القادمة. بتعمل له نظام كود، وتقول له لو الشرط دي اتحقق اكتب له كذا، ولو الشرط دي ما اتحققش اكتب له كذا. يعني لو الشرط اتحقق اكتب له ترو، لو الشرط ما اتحققش اكتب له فلس. تمام. هو دي يعني ايه اللي هي القيمة، يعني هي كده القيمة معناها بلون. تمام. ويعني صح يعني ترو، غلط يعني فلس. تمام. يعني ايه يعني القيمة المنطقية صح او غلط. تمام. دي بقى يعني ايه يعني الحاجة اللي هي جمعت لك بينهم كلهم. تمام كده احنا خلصنا اللي هي الدوال. معلومة مهمة، لو كتبت براند يعني مثلا، يعني هراجع لك بقى على الحاجات اللي احنا خدناها. لو كتبنا براند، تمام، وعملنا علامات تنصيص، انا كنت شرحتها لك، عملنا الاقواس وعملنا علامات التنصيص. يعني عملنا الاقواس وعملنا علامات التنصيص. احنا كده عملنا الاقواس علامات التنصيص وكتبنا فيها رقم زي كده، فهو هيطبعه لك كنص مش هيطبعه لك كانتجر. تمام. ثانيا لو انت ما عملتش علامات التنصيص وكتبت اي كلمة بالعربي او بالانجليزي، فهو مش هيطبعها، هيقول لك ايرور، يعني في خطأ نيم، يعني كده هو في خطأ موجود. فانت هتضطر ان انت تصحح الخطأ ده، هتروح حاطط علامات التنصيص. تمام. وبعدين تصحح الخطأ. لو انت بقى ما حطيتش علامات التنصيص وكتبت رقم عادي او ارقام وجمعت او طرحت عادي، هكنك بتعمل على آلة حاسبة، فهو هيطلع لك. هي لغة بايثون هي لغة ذكية، مش يعني هي فاهمة كل حاجة. يعني مثلا لو كتبت بص، اكتب اي ارقام، يعني مثلا اكتب 20 ناقص 30، اه طلع لك -10 عادي. هي لغة ذكية، يعني بتعرف تحسب وبتعرف كل حاجة، وافهمك كل حاجة ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. تمام كده احنا عرفنا ايه الحاجات اللي هي المهمة. تمرين بقى عملي ليك انت بقى، انت دي اللي هتعمله، وقول لي على الحاجات اللي ظهرت لك في التعليقات. اول حاجة اطبع اسمك وعمرك وجملة تحفيزية لك ورقمك المفضل، والقيمة بقى، القيمة يعني القيمة اللي انت عايزها اللي انا شرحتها لكم، اللي هي ترو او فلاس. تمام. تمام. اعمل دول وطبعهم واعملهم ليا في التعليقات. تمام. معلومة بس صغيرة كده على الفيديو القادم ان شاء الله. لو انت عايز تخزن الاسامي بتاعتك او ارقام اللي انت هتستخدمها بعدين، تمام، في بايثون في حاجة اسمها متغيرات. تمام. ودي هتخليك تحفظ بيانات وتستخدمها وقت ما تحب. يعني ايه؟ يعني انت مثلا كتبت براند، تمام، ورحت كاتبها عادي، كتبت كلمة براند، وعايز بعد ما كتبت بقى ايه اكواد بعدها وكل حاجة، وعايز ترجعها تاني بقى كلمة براند، إيه كلمة امير. يعني هي براند المفروض تطبع لك ايه، تطبع كلمة امير. طب انا عوزت كلمة امير بعد كده بقى، بعد ما كتبت الاكواد، بدل ما اكتب براند واعمل علامات الاقواس والتنصيص امير، لا، الفيديو الجاي ان شاء الله في الدرس الجاي هنتعلم المتغيرات بشكل كامل. ده تمرين صغير حلو عشان اعرف بس انت فهمت ولا لا، وخد سكرين وحطولي في التعليقات. ملخص سريع للي احنا كل اللي احنا خدناه. برند يعني بنستخدمها لطبع اي حاجة انت بتكتبها لها هي بتطبعها لها. بنقدر نطبع نصوص ارقام قيم منطقية، لازم نستخدم الاكواس مع برند. تمام. وبعدين لو استخدمنا علامات التنصيص كده انت بتكتب سترينج. تمام. طب حاجة كده يعني ايه دي للدرس القادم ان شاء الله. طب بص، لو انا عايز اخزن اسم بتاعي او رقم علشان استخدمه بعدين في بايثون، في حاجة اسمها متغيرات فيربس. تمام. ودي هتخلينا نحفظ بالبيانات ونستخدمها وقت ما نحب. وان شاء الله في الدرس الجاي هنتعلم المتغيرات بشكل كامل.
وفي نهاية الفيديو لو انت استفدت من الفيديو ما تنساش لايك، تشترك في القناة، فعل زر الجرس، وسبح واستغفر ربك، وصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفيعكم يوم القيامة. سلام.